لو حاسة إن في تغير أو كتلة موجودة في الثدي، أو كان في تاريخ مرضي قبل كده في حد من العيلة إنه يكون عنده أورام في الثدي، لازم تستشيري الطبيب بسرعة. أنا دكتور محمد رفعت، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، استشاري جراحات الثدي التجميلية والتحفظية، زميل كلية الملكية للجراحين بإنجلترا، وهنتكلم النهاردة بالتفصيل عن أورام الثدي. مش كل أورام الثدي غير حميدة، في منها الحميد وفي منها الخبيث، ولكن النهاردة عايزين نتكلم شوية عن الأورام الغير حميدة اللي بتهدد وتأثر على صحة السيدة. لازم كل فترة نعمل الفحص الدوري، خصوصا بعد ما نتم سن 40 سنة نعمل فحص دوري بأشعة الماموجرام مرة كل سنتين علشان نطمن على نفسنا ونتأكد إن مفيش كتلة ولو صغيرة، لأن لو أنا اكتشفت الكتلة دي وهي موجودة وهي صغيرة نقدر نعمل لها تدخل جراحي سريع ويكون في مقدرة إن احنا نحافظ على الثدي. للأسف في بعض المناطق وبعض الأماكن اللي موجودة في مصر ما بيهتموش قوي بالصحة بتاعتها، وبنقدر نكتشف وجود الورم اللي موجود في الثدي متأخر شوية، وبيكون نتيجة حاجة زي كده إن بيتم استئصال الثدي بالكامل مع تنظيف الغدد اللي موجودة تحت الإبط طبعا، ولكن ده بيؤدي إلى نتيجة إن بيكون في أثر نفسي مش كويس على السيدة. وعلشان حاجة زي كده إحنا اضطرينا إن إحنا نعمل جراحات متقدمة شوية بحيث إن إحنا ما نحطش السيدة في الضغط النفسي ده. فبدل ما يتم استئصال الثدي بالكامل ويكونش فيه موجود أو ما يكونش فيه ثدي موجود والثدي التاني موجود، لا بدأنا نعمل جراحات اسمها جراحات الثدي التعويضية. جراحات الثدي التعويضية دي يا إما بنقوم بعمل حشوات للثدي بعد العملية مباشرة، يعني لو كانت الظروف كويسة ونقدر نحط حشوة السيليكون زي دي مباشرة بعد التدخل الجراحي علشان نحافظ على شكل الثدي مرة واحدة ماشي. لكن لو اضطرينا نستأصل الثدي بالكامل وكان عندنا مشكلة ان مفيش جلد كفاية ان احنا نحط تحت منه السيليكون، فاحنا بنحط حاجة اسمها ممدد للجلد زي ده، وده بيتم زراعته تحت الجلد ونكبره مع الوقت شوية بشوية لغاية لما نوصل للحجم اللي احنا عايزينه، وبعد كده هنرجع تاني ونحط حشوة السيليكون زي دي علشان نرجع تاني للشكل اللي احنا عايزينه. طب افرض انا مش عايز احط لده ولا ده، بنقدر نعمل عملية تانية اسمها عملية جراحة تعويضية باستخدام العضلة اللي موجودة هنا. بناخد العضلة اللي موجودة في الكتف من ورا ونقدر نعمل لها عملية إلى حد ما محتاجة مهارة شوية ونحطها مكان الثدي بتدي نفس حجم الثدي ونفس شكله، وبيكون مننا فيها ومنه فيه بحيث إن ما يكونش فيه اختلاف من أنسجة خارجية، وفكرة إن يحصل رفض للعضلة دي ضعيف جدا، وده بيكون من ضمن الحلول الكويسة جدا في أورام الثدي. الأهم من ده كله إن إحنا لازم نكون حذرين جدا فيما يخص أي أعراض ممكن تظهر في الثدي، بحيث ان لو حصل اي حاجه وقدرت ان احنا نكتشفها بدري فده هيكون احسن بكتير جدا من ان نكتشفها متاخر، ويكون التدخل الجراحي بالنسبه للجراح اسهل بكتير. ابعتوا لنا كل اسئلتكم واستفساراتكم على الكومنتات او الرسائل، واحنا هنرد على كل الاستفسارات والاسئله سواء كان على الكومنتات او على الرسائل، او ممكن نعمل لكم فيديو جديد يوضح لكم كل الاسئله واجاباتها. ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.